أهلا بيكم مع حلقة جديدة من بودكاست أسرار الفريلانسنج مع ماندو. في الحلقة دي حابب أناقش موضوع أنا شايف إن هو مهم جدا لأي حد بيبتدي فريلانسنج، وهو أهمية التواصل مع العملاء أو الكوميونيكيشن. لو حد منكم كان سمع الحلقة الأخيرة اللي سجلناها حوار مع باشمهندس أندرو صابر، هو جاب سيرة النقطة دي واتكلم عن قد إيه الكوميونيكيشن دي حاجة مهمة جدا في نجاحك كفريلانسر، ازاي انك بتتواصل مع العملاء. قبل ما ندخل في الموضوع، لو ما سمعتش الحلقه دي يا ريت ترجع تسمعها، حوار شيق جدا واتكلمنا فيه عن موضوعات كتيره جدا، شارك فيها خبرته في الفريلانسنج، واتكلم عن حاجات بيشوفها من خلال شغله، واتكلم عن تحديات الاي اي. الحقيقه موضوعات كتير، حلقه فعلا ما تتفوتش. طيب نرجع لموضوعنا. يا ترى احنا دايما بنتكلم بنقول الكوميونيكيشن وازاي مهم ان احنا نتواصل مع العميل بشكل كويس. بدل ما احكي لكم على افكار نظريه او على ايه احسن حاجه نعملها، هحكي لكم عن حاجه انا شخصيا اتعلمتها من تجربه فاشله انا مريت بيها من خلال بروجكت انا خدته. آم، اوقات بقدم على مشاريع، فجالي حد بعت لي قال لي احنا شفنا الريزيومي بتاعتك او البروفايل بتاعك ولقيناه فيري امبرسيف. فالحقيقه انا انبهرت جدا، العميل معجب بشغلي وشايف ان انا شخص مناسب جدا للبروجكت بتاعه. تمام. صاحبة المشروع قالت لي ان احنا عندنا ويب سايت ومحتاجين ان احنا ننقله من هوستنج لهوستنج تاني، بس مش عارفين نعمل الحكايه دي ومحتاجين حد عنده خبره في الموضوع ده زيك. فقلت لها تمام، دي حاجه انا يعني عملتها كتير واقدر اعملها كويس قوي. قالت لي انا مش بفهم في التكنيكال، فانا خليك تتكلم مع البروجرامر بتاعي، هو هيز فيري تكنيكال وهو هيقدر ايه يتفاهم معاك ويرتب معاك كل التفاصيل. قلت لها اوكي. حددنا ميعاد وعملت ميتنج مع البروجرامر دوا، وقعدنا نتكلم في التكنيكال ديتيلز والتفاصيل والسيرفر شكله ايه وهننقل فين وهننقل امتى. هو كان مفكر في مكان معين، قلت له لا، في سيرفر تاني احسن، واتفقنا ان خلاص ايه هي دي البلان اللي هنمشي عليها. خلصنا الميتنج وكان يعني اتفقنا ان احنا ايه هنبتدي ناخد بعد كده الخطوات اللي جايه، ان احنا نبتدي ننقل الويب سايت. واحده من الحاجات اللي انا شفتها في الاول وما لفتتش نظري شويه، ان كان في فرق كبير في التوقيت بيني وبين العملاء دول. كان تقريبا في 7 ساعات، هم سابقني ب7 ساعات. المهم تاني يوم بعت ابديت، يا ترى ايه الاخبار، هل احنا جاهزين نشتغل في اللي اتفقنا عليه. ما جاش رد. استنيت يوم كمان وبعت رساله تاني، طيب انا جاهز ابتدي، هل انتوا جاهزين تبتدوا؟ فردت عليا قالت لي معلش اصل احنا مشغولين وكده وهنرد عليك، وبرده ما جاش رد. استنيت يوم كمان، قالت لي طب عايزين نعمل ميتنج تاني عشان نتكلم في نقطه معينه تاني. اوكي. يوم 2 3 الرساله بتاعتي بتروح مفيش رد، او بيجي رد متاخر والدنيا ايه كده متلخبطه. الحقيقه الوقت ده انا يعني ما شكتش او ما حسيتش ان في حاجه مش طبيعيه، قلت هم مشغولين وقلت خلاص. فضل الامور ماشيه كده لحد اسبوع كامل، وبعد كده لقيتها مش بترد، فبعت لها بقول لها واحنا هنبتدي امتى او ايه. قالت لي لا معلش احنا اصلي خلاص نقلنا الويب سايت ويعني ايه خدنا اوبشن تاني وخلاص مش هنحتاج الشغل بتاعك. انا طبعا الحقيقه اتضايقت جدا، يعني ايه اللي حصل وليه وكده. وبعد كده قعدت افكر، لقيت ان في كذا غلطه انا عملتهم وحابب اشارككم بالغلطات دي علشان تاخدوا بالكم منهم. اول حاجه، انا ما اهتمتش قوي ان انا اختار عميل يبقى فرق التوقيت بيني وبينه قصير بحيث يبقى المواعيد مناسبه. فكان ممكن جدا هي تبعت لي رساله ابقى انا نايم بالليل، على بال ما ارد يبقى الوقت اتاخر عندها ما تلحقش تشوفها. دي مش بتخلي الموضوع مستحيل، بس بتخليه صعب، ومحتاج ان الواحد يبقى اوير قوي وواعي ان لو في فرق توقيت كبير بينك وبين العميل لازم تبقى ايه حريص بزياده في النقطه دي علشان المشروع ما يفشلش بسبب الحكايه دي. النقطة التانية إن أنا ما كنتش عارف وأنا ببعت الرسايل أنا ببعتها مين بيقراها ومين بيرد عليها، لأن كان في صاحبة المشروع وفي البروجرامر. الأكاونت اللي إحنا كنا بنستعمله هي كانت بترد من أكاونت واحد أو هو بيرد من نفس الأكاونت. فأوقات كنت ببقى محتار، هل أنا محتاج أتكلم تكنيكال ديتيلز وأدخل في تفاصيل، ولا محتاج أتكلم أوفر فيو وحاجة بسيطة لأن هي اللي هتقراها ومش عارفة التكنيكال. النقطة دي
احيانا كتير جدا بتعمل مشاكل لو انت مش عارف انت بتكلم مين، او بمعنى ادق لو انت مش عارف مين اللي هياخد القرار في الاخر وانت بتتكلم مع واحد لكن اللي بياخد القرار واحد تاني. عشان كده مهم قوي انه ما يبقاش فيه اتنين بيستعملوا نفس الاكونت، وتبقى عارف كويس جدا او تسال حتى هو انا بكلم مين، هل ده البروجرامر اللي بيرد عليا ولا ده صاحبه المشروع اللي بترد عليا. لان اوقات اللخبطه دي بتخلي فيه ميس كوميونيكيشن، وكل واحد فيهم بيوصلوا حاجه غير التاني، وبالتالي ممكن ياخدوا انطباع وحش عني لحاجه مش مقصوده او ما هياش موجوده في الاساس. ففكره ان انا بكلم شخصين من نفس الاكونت دي كانت سيئه جدا، وعملت مشاكل كتير جدا. يمكن كمان في نقطة وأنا برضو ما خدتش بالي منها، إن أنا قلت لهم الاقتراح بتاعي على طول وما خدتش وقت كافي إن أنا أقنعهم بيه أو إن أنا أسمع اللي هم مفكرين فيه. فزي ما يكون جالهم انطباع إن أنا بحاول أزقهم ناحية هوستنج معين أو سيرفيس معينة، وده ما كانش قصدي خالص. أنا كنت بدور بس على إيه الحاجة الكويسة اللي أنا عارفها واشتغلت بيها. المهم الموضوع ده يعني المشروع ده خلاص اتعمل له بوز ووقف واقدر اقول ان هو ايه يعني انتهى بشكل مش ايجابي، نتيجه بس الميس كوميونيكيشن اللي حصل بيني وبين بين العميله دي والبروجرامر بتاعها. ف يعني لو حد كمان شايف انه في حاجه تانية انا ممكن ابقى عملتها غلط من خلال القصه اللي حكيتها لكم، او لو شايف ان ازاي انا كنت ممكن اقدر اتعامل مع الموقف ده بشكل احسن، يا ريت تشاركني في الكومنتات وتقول لي رايك او خبرتك ايه اللي انا كان ممكن اعمله احسن من كده. الحقيقه يعني قعدت فتره متضايق ويعني محبط ان ليه الامور تمشي كده، رغم ان البدايه كانت كويسه جدا، وان العميله كانت شايفه ان انا يعني خبرتي في المجال ده ممتازه وان انا اقدر اساعد. ده اللي انا شفته. لو انت او انت شايفين حاجه تانية قولوا لي رايكم. ودايما اهتموا جدا ان يبقى في ديلي ابديتس وانتوا بتتكلموا مع اي عميل، ودايما تتاكدوا ان العميل شايف اللي انت شايفه وواصلاه الصوره من ناحيتك، وان هو مرتاح ومفيش حاجه مضايقاه. يعني يمكن لو كنت سالت اسئله اكتر شويه، لو كنت عملت فولو اب اكتر شويه، ما كانتش الامور وصلت للشكل هي وصلته. مش عارف يعني، ده اللي في بالي، وحابب اسمع ارائكم. اتمنى يكون الحلقه دي مفيده، اتمنى التجربه اللي انا مريت بيها دي بمشروع فاشل تكون مفيده لحد وهو يقدر يتجنب ان هو يخسر بيها شغل او يعمل مشروع يبقى فيه مشكله. اتمنى الحلقه تعجبكم، واشوفكم مع حلقه جديده من اسرار الفريلانسنج مع ماندو. شكرا لكم.